مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من وصال برنامج المصريين المغتربين في كافه انحاء العالم. بدايه حابه ان انا طبعا اضيف خبر لابنائنا في الخارج. قررت وزاره التربيه والتعليم اتاحه منصه جديده للامتحانات الالكترونيه للطلاب المصريين في الخارج، وتتميز باتاحه الامتحانات بشكل اكثر سرعه، وايضا اتاحه نسخه ورقيه من الامتحانات اليوميه بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الالكترونيه. هذا خبر طبعا مبشر، وحلقتنا النهارده كلها امل، كلها تفاؤل، كلها طاقه ايجابيه، عشان اللي بيحاول ان هو دايما يحبطنا يبقى عارف ان احنا عندنا طاقات بتتولد كده في مصر من حيث لا تحتسب. دايما هذه الارض مباركه. معانا زويل المستقبل، عالم من العلماء الشباب اللي فعلا تفخر ان هو اتولد في بلدك. شاب صغير عنده 23 سنة، من صعيد مصر، كل تعليمه في مصر، قدر ان هو يبهر العالم كله ويخليه يعني يرفع له القبعة. احنا معانا النهارده العالم الصغير الشاب احمد دياب الكبير في المقام، صاحب الخلايا الحراريه. اهلا بيك. اهلا جدا بحضرتك. هنشوف نشرة الأخبار وهقرا لكم بقى السي في بتاعت أحمد الطويلة والجوائز الدولية اللي حصل عليها، وقد إيه العالم كله منبهر بأحمد. وفعلا في كمان مسلسل ليه عن قصة حياته. نشوف مع بعض نشرة الأخبار بداية. نشرة أخبار المصريين في الخارج من وصال. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن 14 من مارس المقبل آخر موعد للتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وسداد قيمة الوديعة المقررة وفقا لأحكام القانون. أعلن المكتب الثقافي بسفارة مصر بأبو ظبي عن امتحانات أبناؤنا في الخارج هذا العام بأنها تتم عبر الأونلاين ما عدا الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية الأول والثاني والثالث، حيث يقوم التلميذ بطباعة كراسة الأنشطة من موقع بوابة الأزهر الإلكترونية والإجابة عليها بخط يده، ويقوم بعد ذلك ولي الأمر بتسليم كراسة الإجابة للمكتب الثقافي بأبو ظبي في موعد أقصاه 26 من يناير 2023. أكدت السفيرة سهى جندي أن التحدي الأكبر الذي تواجهه وزارة الهجرة هو الوصول لكل مصري في العالم، وهو ما نعمل عليه دائما، ليس فقط لإيصال صوت مصر للمصريين بالخارج، ولكن أيضا لإيصال صوت المصريين بالخارج لوطنهم الأم وربطهم به في كافة أشكال التنمية المستدامة. برحب بكم مرة أخرى، وبرحب بزويل الصعيد المهندس أحمد دياب، مؤسس وصاحب فكرة الخلايا الحرارية، أول خلايا تنتج كهرباء من الأشعة تحت الحمراء، واللي تم تصنيعها من مواد عضوية بنسبة 70%، وتم تصنيفها من شركة فيرست سولار كأفضل خلايا إنتاجية للكهرباء على مستوى العالم في 2016. المرشح المصري والعربي والإفريقي الوحيد الذي تأهل ووصل لتصفيات النهائية لجائزة ستيفن هوكينج العالمية في العلوم على مستوى العالم. خريج كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية للاستراتيجية والأمن القومي دفعة 81. خريج بكالوريوس علوم زراعية جامعة الفيوم. صنفت قصته من ضمن 4 قصص نجاح يمثلوا مصر في المحافل الدولية، وده طبعا كان إنتاج رئاسة مجلس الوزراء. اتعرضت قصة حياته ومشروعه الخلايا الحرارية اللي ظهر باسم مكعب الطاقة في مسلسل اي سي في شكل درامي، وهذا طبعا المسلسل عرض في رمضان وكان بطولة الفنان يوسف الشريف. شارك في أكثر من 100 مؤتمر ومسابقة ومنتدى علمي دوليا ومحليا، وحصد العديد من الجوائز الخاصة والمراكز الدولية، وأهمها على المستوى الدولي الجائزة البرونزية ديوك إدنبرج في 2000
2020 وتم إرسال شهادة ممضية من البرنس فيليب زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، وتسلمها أحمد من السفير البريطاني. وأيضا يعني أحمد حصل على جائزة ريكو أنا من الأول بحفظها مع أحمد قبل بداية الحلقة. ريكو الأمريكية عام 2016 في مجال التنمية المستدامة على مستوى العالم. كمان أحمد حصل على جائزة التميز من أكاديمية البحث العلمي عام 2017 وجائزة التميز العلمي بعيد العلم في 2019. أهم حاجة بقى، اختير ضمن أفضل 50 شخصية مؤثرة بالوطن العربي لعام 2020 ومن ضمن هيئة سفراء العرب بجامعة الدول العربية والتكريم بالمؤتمر العاشر بشرم الشيخ. قصة كبيرة لشاب مصري اختصرتها لكم في انه هو زويل الصعيد، امل مبشر لمصر. بيتكلم في شيء جديد جدا العالم كله مهتم بيه، وهو الطاقة اللي هي عليها الصراع كله في الكوكب ده دلوقتي. الخلايا الحرارية دي ممكن جدا تنقذ الآلاف والآلاف والملايين من البشر، سواء في مصر أو حتى على أوروبا والصقيع اللي بيواجه كوكب الكرة الأرضية. المهندس أحمد دياب، أهلا بيك. اهلا طبعا بحضرتك، واهلا بكل الساده المشاهدين واهالينا في الصعيد. خاصة الصعيد اللي بيتفرج علينا اللي أنا بالظبط وأنت طبعا. منه. طبعا. مهندس أحمد، اسمح لي، ابتدت حكايتك إزاي؟ أنت أخ ل3 بنات، ممكن نقول إنه بيبقى هنا فرصة للتدليل أكتر، لكن أنت خدت حياتك بجدية تامة. كل اللي بيتكلم عنك بيتكلم إن أنت بيتك حتى مليء بصور العلماء العالميين وخاصة المصريين، زويل ومجدي يعقوب، ويعني وكل صور حاططها قدامك. والله طبعا يعني وما بكم من نعمة فمن الله. كان الاول والاساس في البدايه كلها كانت الاسره. انا كان عندي شغف زي اي طفل عادي، بيجمع الالعاب، بيكسرها، بيفككها، بيبقى عنده شغف في الحاجه دي ماشيه ازاي وبتتحرك ازاي ومتصنعه ازاي. طب لو شلنا البطاريه بتاعتها او الموتور بتاعها ممكن نركب فيه حاجه تاني. مع جوجل بقى وقتها برضو الابتكارات البسيطه، الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها. بالنسبه لي كانت حصه العلوم هي كانت حصه الحاجه المزاج بتاعتي، يعني انا بحب احضرها عشان الحاجات الكيميائيه والحاجات اللي بتفرقع والحاجات اللي بنحطها على بعض تطلع الوان. فكانت الحصه الكرييتيف بتاعتي زي اي طفل خالص او اي شاب او اي ناشئ في اي مدرسه. الموضوع بدأ يتطور شويه بان انا كان عندي شغف او عندي ميول في مجال الابتكارات او الحاجات اللي بنصنعها. وبعد كده كان بقى دكتور زويل كانت الأسرة يعني بتشغله. كان في برنامج بيقدمه فكنا دايما بنتفرج عليه، فنشأت عندنا حتة مهمة قوي فقدناها الفترة اللي فاتت وهي القدوة. فبدأ عندنا القدوة تظهر. الشخص ده مين؟ ده الشخص اللي أول ما يجي صورته في التلفزيون كان وقتها الرئيس محمد حسني مبارك كان بيسلموا قلادة النيل والناس بتسقف. احنا بالفطرة بنميل للحاجة الكويسة، فاحنا بدأت ان انا اميل من الشخص ده، ويعني ايه بحث علمي، ويعني ايه اصلا دكتور، ويعني ايه نوبل. بدأ المعرفة عندي تزيد عن طريق القراءة. فبدأ الحصالة بتاعت الدماغ بتتميل معلومات بنقراها من مصادر صحيحة. الأسرة كان بتدعمني حلو بيها. قوي، مصادر صحيحة. طبعا. دي يعني انت كنت بتروح المكتبة وتجيب الكتب كان وتقعد في تقرا، كتب وكان في عندنا كمان. وبعد كده وخاصة تتوسع على جوجل. طبعا. انا لسه فاكر المدرسه بتاعتي في المرحله في المدرسه الابتدائيه كان بتاعه الكمبيوتر كان بتجيب لي دايما المصادر، كان بتجيب لي كتب. والاخصائيه وقتها بعد كده المرحله الاعداديه بقى اللي كانت التراك التاني كان عندي فكره عن البيوجاز. وكان بعد كده الفكره دي اشتغلت عليها. وبعد كده كان عندي فكره تاني كان بتمنع من مشكله الكهرباء 2013. كنا بنعاني من انقطاع الكهرباء باليومين وخاصه في الصعيد. فبدات اقول طب المشكله دي كان بتواجهنا، ايه الحلول اللي اتحطت بره مصر او ايه الافكار اللي اتنشأت هنا. فكنت بكتب دايما. كان عندنا مشكله في القطارات والحوادث بتاع القطارات في الفتره دي. فبدات ان انا افكر في فكره ان القطر بدل ما يمشي على الارض في القضبان، لا احنا عايزين نعمل كوبري في مصر كلها. بدات ارسم
الفكره واحط بلان واحط حاجه كويسه، واروح لمدرس العلوم الاستاذ احمد العياطي، بوجه له كل التحيه وكل التقدير. حلو و... الوفاء ده يا احمد. و... واحنا وانت بتتكلم احنا بنعرض بعض من الصور وانجازاتك فيها، يعني كلا على حده، فبرضو عشان تبقى عارف. اه طبعا، ده شرف ليا اصلا. ده شرف ليا. دي كان ساعه رئاسه مجلس الوزراء المصري، ساعه ما كان التصوير والرئاسه، دي الصفحه الرسميه الخاصه بيهم نزلتها، ودي من برلمان شباب مصر. لكن خلينا نستكمل ايضا الحديث. فلما رحت لمدرس العلوم ما قاليش زي ما بيحصل او بنشوف الفكره دي، ايه الفكره دي وهزر. انا لقيته خدني من ايدي وقال لي تعالى معايا مشوار مهم جدا. رحت مركز التطوير التكنولوجي، وحابب اتكلم عن المركز ده لان هناك قابلني شخص جميل جدا اسمه الاستاذ محمد زايد، كان وقتها مدير مركز التطوير التكنولوجي، ووجه له ايضا كل التحيه وربنا طبعا يبارك فيه. قال لي الفكره بتاعتك رائعه جدا، بس محتاجه نشتغل على التكلفه وعلى الكفاءه. عشان تعمل كوبري يمشي في قطر في مصر كلها عشان نقلل الحوادث تكلفتها عاليه، وتمر السنين ويتعمل المونوريل اللي بيتنفذ في 2022 و2023 كوبري بيمشي برضه في مصر كلها. وبالاخص كنت لسه بتكلم مع استاذ محمد زايد اللي قابلني في تاني اعدادي، قال لي انا مستنيك كمان سنه وانت معاك فكره كويسه. فلما جيت فكرت في القطر، فعلا هيكلف تكلفه عاليه. طب نعمل محطه خلايا شمسيه تبقى تكلفه اعلى على الدوله في الوقت الاقتصادي اللي ما كانش لسه كويس. فبدانا ان انا اشوف طب بره بيعملوا ايه، فلقيت في تطوير خلايا شمسيه، بدات اقرا عنها، بدات اجمع معلومات بقى اللي هي الفرضيه. افترض ان انا مثلا النبات اللي ربنا خلقه الميكانيزم اللي بيحصل في الخلايا الشمسيه، بدات اسحب المواد اللي فيه واقرا اكتر عنها، وبدا فرع الشجره اللي كان عنده معلومه بدا يتوسع ويطلع طراحات ويطلع ورق ويتزاد المعلومه، والحصاله اللي كانت فاضيه بقت تتملي معلومه. احضر ايفنتات، ورش عمل، مركز استكشاف العلوم والتكنولوجيا بقياده الدكتوره نجلاء الجزار. ودي لحد النهارده الدكتوره دي متابعه معايا ومتابعه مع شباب كتير جدا في بني سويف مجانا، ومقضيه يعني حاطه حياتها كلها في طلب العلم ومساعده الشباب والباحثين ان هم بتحطهم على اول كمان الطريق. ففضلت معايا لحد النهارده. بنسافر الاسكندريه، نسافر المنيا، بنسافر في الصعيد، بنروح مسابقات ورش عمل. بدات تطلع عندي الفكره ان انا اخد الماده اللي في النبات واستخدمها كبديل عن السيليكون اللي هي الرمله البيضاء بتاع الخلايا الشمسيه. رحت عرضت الفكره على دكتور في كليه علوم في احدى الجامعات المصريه، قال لي الفكره دي عمرها ما هتنجح كده، والفكره دي لو نجحت انا هستقيل من الكليه اللي انا فيها. كان دكتور تقيل ولحد النهارده دكتور كبير جدا. فانا لو الكلمه دي اتقالت لاي حد في الوقت ده خلاص هيحبط. فرحت طلعت من مكتبه، تمام، كان استاذ في مجال الطاقه، لقيت مكتب بعديه برضه ايضا استاذ في مجال الطاقه، خبطت عليه قلت له يا دكتور انا عندي فكره 1 2 3 4. قال لي الفكره دي احنا ممكن نجربها. وبدات بقى الحته هنا تفرق بقى الاسلوب. ده قال عمر الفكره ما هتنجح، والتاني قال لي ممكن نجرب وممكن نشوف. تنجح. شوف وقتها التجارب اللي هتثبت. اشتغلنا حوالي ما يقرب ال8 شهور في تجارب لحد ما طلع لنا نتيجه لخليه او ماتيريال بتطلع كهرباء 24 ساعه. احنا بعد 24 ساعة؟ احنا بعد النتيجه دي قعدنا 4 شهور كمان بنناقش في 14 جامعه عشان نفهم ايه ايه الميكانيزم اللي طالع ده. ما عندناش اساس بيقول كده، احنا بنشتغل طاقه شمسيه. ايه الخلايا اللي تحت الحمراء فين بقى؟ لحد ما اثبتنا ان هي بتتاثر بفوتونات الاشعه تحت الحمراء، وبقى ليها اساس علمي تمام اتحط. ووقتها شركه فيرست سولار في 2016 اعلنت ان الشريحه اللي اتصنعت في مصر في 2015 وبدايه 2016 انها من احدث الشرايح انتاج للشحنات الكهربائيه على مستوى العالم. دي الفكره اللي الدكتور رفضها، وده بنقابل ناس كتير وده جدا. اللي يخلينا نتعلم ان مفيش حد يحبطك ابدا. هدفك قدام عينك وتسعى لتحقيقه. اسمح لي اقول لك احمد. طبعا. اوكي احمد، انت عندك كمان قدرة على السرد مختلفة تماما عن القدرة في العلم. حد قال لك كده قبل كده؟ بتحكي حكاي حلو. شكرا جدا. هو يعني كذا حد كلمني ان انا اقدم محتوى لان انا بنزل يعني انا حاليا سبيكر وموديفيشن في تيدكس اللي كانت حلم ان انا دايما قبل ما بنام بتفرج على تيدكس
اكبر منصه للتحفيز على مستوى العالم. فكنت بتفرج قبل ما بنام عشان ابقى صاحي على حاجه محفزه. فقعدت احضر 50 مؤتمر لتيدكس في مصر لحد ما لقيت تيدكس كلموني ان هم عايزيني، بعد ما ربنا الحمد لله انعم عليا وكرمني في البدايات خالص. الكلام ده 2017 كنت كاتب مسج حاططها عندي على الحيطه وحاططها على النوت. 2021 كنت واقف على منصه او مسرح تيدكس بتكلم عن السعي وقد ايه انت يعني عندك رسالة مهمة قوي وربنا خلقك مميز ومختلف أكيد لغرض معين، ولازم تدور على الحاجة اللي أنت بتعرف تعملها. الفترة الأخيرة ودي ممكن تبقى لسه جديدة على الناس المشاهدين، بأن أنا بجهز السكريبتات دي عشان خاطر لتقديم محتوى ممكن يبقى فيه علمي واجتماعي عن مزيج. ما هو لا ينفصل بالظبط العلم عن المجتمع، عن تبسيط العلوم. تمام، عن قصص وخاصة العلماء العرب اللي احنا بدأنا ننساهم زي ابن الهيثم، الحسن ابن الهيثم، ابن البطار، ابن بطوط، الناس اللي هم عملوا أساس في العالم كله. والقبليهم طبعا الحضارة بتاعتنا اللي من 4000 سنة تصنع أول طرف صناعي من 4000 سنة. عندنا حاجات عظيمة لأن قوي. في ناس بتبقى متعمدة تجاهل ده تاريخيا، فأنت كمان بتفكر العالم كله مش بس شبابنا. طبعا تاني حاجة أنا علاقتي يعني بالشباب أو بأصدقائي في الجامعات أو في المدارس. أنا بنزل دلوقتي مدارس ثانوي وإعدادي وابتدائي، ببتدي إن أنا بنزل معاهم في نفس المستوى. إن إحنا تعالى أنت عندك فكرة، طب بتعملوا إيه في اليوم؟ ببتدي أدخل جوه دماغه، ببتدي إن أنا أقول له طب ما تحط هدف، البلد محتاجة إن أنت تبنيها معانا، إحنا كلنا شباب ومحدش هيبنيها غيرنا. فيعني نحط ايدينا، هي نحط اولا ايدينا في واخيرا ايدين بعض، الاجيال ودي الكبيره فرصه. بتكبر لكن الشباب هو اللي بيبني. الاجيال الكبيره بتكبر وناخد خبرتها الخبره منهم طبعا هم الاساس. لكن احنا 70 مليون شاب في مصر، يعني دي حاجه مش موجوده في اي دوله. يعني ده مصدر الاغلبيه طاقه من الشباب يعني نحاول ان احنا بنستثمر ده. بحاول ان انا بنبقى على علاقه كويسه مع اصدقائنا، كلنا واحد وكلنا بنساعد بعض ومحدش هياخد رزق حد، محدش هياخد اي حاجه. يعني رزقك اتيك فتعفف، بنساعد بعض عشان يجي حد تاني يساعدني. دكتور زي دكتور العالم المصري دكتور احمد اللي كان لسه يعني قبل حالا، شخصيه عظيمه جدا بسم الله ما شاء الله. فيعني طبعا بوجه له كل التحيه وفخرنا طبعا. فاحنا بدأنا ان احنا نساعد بعض ونوصل رسائل لبعض بان احنا بنكمل بعض. وطبعا الدور الاكبر والاوفى الفتره الاخيره طبعا وزاره الشباب والرياضه وبرلمان شباب مصر. كنت لسه بتلتقي مع وزير الشباب؟ كنا لسه مع دكتور عبد الله الباطش مساعد معالي الوزير واستاذتنا والدكتوره ايمان عبد الجابر رئيس الاداره المركزيه للبرلمان والتعليم المدني واستاذه رندا البطار. دول اساتذتنا في البرلمان. والبرلمان يعني خلينا نقول أول كيان اتعمل في الوزارة سنة 99 طلع منه قيادات والنواب محافظين موجودين النهاردة زي النائب بلال حبش نائب محافظ بني سويف، النائب محمد السباعي، النائبة هيام الطباخ، أصدقائي اللي بيساعدوني طبعا رئيس برلمان شباب مصر القدوة لينا محمد محمود، النائب معاذ عزاز من برلمان الداهلية وعضو برلمان شباب مصر. أصدقائنا كلنا واللجان زي نموذج بيحاكي مجلس النواب. بناخد مشاكل الشباب من مراكز الشباب في مصر كلها اللي عنده فكرة بنوصلها للقيادة التنفيذية. المصري المهندس أحمد دياب عنده كمان الكثير والكثير النهاردة هيفجروا معانا ومفاجآت أكتر وأكتر بس بعد الفاصل. من منهاتن وتحديدا من الحديقة الخاصة بتمثال الحرية وورانا كل معالم نيويورك وشخصيات بتقدم لأول مرة من وصال بتقدم قصص نجاح للمصريين في الخارج. احنا قدامنا فرصة ان احنا نخدم بلدنا بان احنا نتوحد ما نتفرقش. يعني احنا كنا لسه في لقاء مع الحاكم بتاع بنسلفانيا وكنا بنتكلم على النقطة دي ان احنا we need to be united not divided. في اي مكان في العالم اللي عايز يشتغل يشتغل. يعني حتى في مصر في ناس بتشتغل ورديتين عشان تعمل فلوس وفي ناس بتبقى قاعده لا انا ما اشتغلش، انا اشتغل مثلا في مجالي. يعني انا خريج تجاره مستني يجي لي وظيفه في التجاره، انا مهندس مستني يجي لي مهندس.
من ضمن الحاجات الجميله اللي احنا اتعلمناها في البلد ديت التايم مانجمنت. تايم مانجمنت ده فيري امبورتنت ان احنا نفوكس عليه، ويا ريت الحكايه دي كمان توصل من الحاجات بقى اللي احنا عايزين نوصلها لبلدنا. التايم مانجمنت ما تضيعش وقت، الوقت ده ثروه كبيره جدا ما تضيعش. كل ثانيه وكل دقيقه لازم تعمل فيها حاجه مفيده ما تضيعهاش، ولازم يبقى ليها معنى كبير ومش هتروح اكيد يعني. مصر دلوقتي هدفنا اللي احنا عايزين نعمل فرص عمل، عايزين المستثمر الاجنبي ده يجي ويجيب دولارات. العمليه دلوقتي اللي انت لازم اللي انت تخلي ازاي انت تحول الصحراء ديت لواحه خضراء، تعمل فرص عمل، تعمل مش مجرد اشباع رغبات المجتمع المصري، لا انت عايز فائض للانتاج، تعمل له اد فاليو للمنتج ده، وبالتالي انت تصدره هتجيب عمله. بنتكلم عن أوروبا وما تشهده من موجات صقيع، وعندنا المهندس أحمد دياب عامل اختراع رائع جدا بشهادات دولية عن الخلايا الحرارية من الأشعة فوق الحمراء. يعني احنا مش بس بنتكلم في غاز هنصدره ممكن جدا ينقذ أوروبا، لكن احنا بنتكلم في اختراعات من شباب مصري ممكن ينقذ أوروبا في هذه الموجة ويديهم الدفء اللي هم محتاجينه. الخلايا دي أقل تكلفة من الخلايا الشمسية. بالظبط. يعني التكلفة أقل لأن الماتيريال نفسه متوفر، كلوروفيل نسبة 70% أو 65%، بعكس السيليكون أو الرمال البيضاء اللي احنا زي ما بنقول كده كنا بنصدرها بتكاليف قليلة جدا، وبنجيبها بتكاليف بعد كده بعد عملية التصنيع بتكاليف رهيبة. فاحنا عندنا الماتيريال نفسه متوفر، دي أهم حاجة. تاني حاجة ودي أهم نقطة، إن الخلايا الشمسية بتحتاج بطاريات ولها عمر وتحتاج نظافة، عشان خاطر لو جه أتربة لازم الوصول للأشعة الشمسية، موال تاني، وفي صبة بتتعمل وفي حديد. وفي بلدان ما بيطلعش عليها شمس اصلا. بالظبط. فانا عندنا بقى دي بقى النقطه المميزه عن الخلايا الشمسيه، بان احنا عندنا الخلايا ممكن نستخدمها داخل المنزل او خارج المنزل او اي مؤسسه. تمام. اي مشروع ايا كان، انا معانا شريحه بتنتج كهرباء، والجدير بان هي بنحاول نعمل التخزين. لحد النهارده وصلنا لنسبه 90% تخزين ذاتي. يعني لو انها هي بتشتغل 24 ساعه. بتشتغل 24 ساعه، والتخزين غير كمان برضو الخلايا الشمسيه ليها وقت. لا، فتره الشمس بالليل ما فيش بقى بطاريات بس، وتكلفه رهيبه جدا. يعني بالتخزين. انا طبعا، وتكلفتها كبناء مشروع او يونت او وحده بيبقى غالي جدا. تمام. عشان كده مش هنلاقي المصريين كلهم مطبقينه، تكلفتها بتبقى عاليه، واصحاب المشروعات بيدفعوا فوائد رهيبه جدا على 15 سنه وعلى 10 سنين. فاحنا بنتكلم على الشريحه الحراريه او الخلايا الحراريه، هتبقى مشروع او مصدر دخل قومي اساسي، منبع للدوله على مستوى العالم. انت بتتحكم في طاقه. وتحدث فيها فخامه الرئيس قبل كده عن خلايا حراريه. طبعا. يعني كان في طبعا خطاب، وكان في بعض التوجيهات في 2021 من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مدى اهميه مشروع زي الخلايا الحراريه. معنا اتصال، قول الو واستقبل الاتصال. الو. الو. ايوه. مساء الخير، ازيك يا احمد؟ مساء الفل. انا مين طيب؟ انا الدكتوره امل جمال. دكتورتنا واستاذتنا، اهلا بحضرتك. امل عشره العمر، ودايما مرتبط اسمك في وصال بالشباب. ربنا يخليكي. ده يعني ليا الشرف طبعا ان انا بعمل المداخله دي النهارده مع احد ابنائي المتميزين. حقيقي احمد فاجئني مرتين، فاجئني في اكاديميه ناصر اثناء ما بياخد الاستراتيجيه القوميه، دوره الاستراتيجيه القوميه، وفاجئني ان هو مخترع جميل واللي عاجبني فيه يا فندم التواضع والاخلاق، يعني فعلا قدوه للشباب حقيقي. يعني ده شرف ليا والله يا دكتورة. يعني مساء الخير طبعا على حضرتك، وأنا سعيد جدا بسماع صوت حضرتك. يعني حضرتك يعني زي ما بنقول دايما حضرتك أمنا كلنا.
الابتكار، كمان بجانب طبعا مشوارها الطويل في وزارة الشباب والرياضة. طبعا. الحمد لله الحمد لله. دكتورة وأنا طبعاً أمل، دايما كنت بتمدينا بالنماذج الناجحة من الشباب، ودائما يعني هنبقى متواصلين معاكي على وصال، لأن محتاجين منك حاجات كتير. هكلمك بعد ده الحلقة. شرف، ده شرف كبير جدا، وانا معاكم في كل اللي حضراتكم تؤمروا بيه، لان فعلا شباب مصر محتاج انه طاقة نور كده، طاقة نور وطاقة ايجابية، وخير مثال لطاقة النور والطاقة الايجابية هي احمد. يبقى قدوة للشباب واستثمار طاقتهم ده مهم جدا جدا. طب أنا وعندي بشكرك ليه جدا مفاجأة. جدا، وعاوزين وعندي بقى ليه إن شاء الله مفاجأة. نشوف أحمد كمان في المؤتمر القادم لشباب العالم. هنتواصل معاكي دكتورة أمل في هذا الأمر. أنت إن شاء الله هتقدم. أنت بإذن ما الله. شاركتش في مؤتمرات شباب لا العالم؟ لا لسه. لسه خالص. بس انا اتمنى طبعا، لان مؤتمر شباب العالم بيجمع الباحثين واصحاب الافكار على مستوى العالم، فبالنسبه لي دي نقطه ايجابيه جدا عشان نشوف بره وصلوا لايه، ونبقى على تواصل او نبقى على وصال زي ما أيوة. بنقول. لا ان شاء الله، واحنا يعني في ختام حلقتنا بنوعدك ان احنا هنبقى معاك ايد بايد، وهنتابع معاك، وان شاء الله نشوفك من يعني نجاح لنجاح. يعني مهندس أنا احمد دياب، بشكر شكرا حضرتك. لوجودك معانا. بشكر حضرتك جدا، ودايما يا رب وصال يبقى حلقه وصل لكل واحد عنده فكره للمجتمع كله والقيادات التنفيذيه. شكرا ليك. شكرا ليك. مشاهدينا، ودايما على وصالنا، لقاكم في امن وسلام.